بيكم في مطبخ سوزي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكيك الاقتصادي او الكيك اليومي. هنعمله ببيضتين اتنين بس، هيطلع معانا بالشكل الجميل ده. الكيك هتطلع معانا هشه، المسامات بتاعتها صغيره وطريه ولونها فاتح وجميله جدا زي ما احنا شايفين كده. الجمال ده بص، هنقطع مع بعض حته كده ونشوفها قد ايه هي لونها فاتح وجميله وهشه وطعمها وريحتها خطيره. يلا بينا على الطريقه والمقادير. حبايبي هنحضر المكونات الجافه، هي عباره عن كوبايتين ونص من الدقيق بالكوب المعياري. انا عايرت كل المقادير بنفس الكوب يا جماعه، انا عملت بالكوب المعياري. سعه الكوب 250 ملي، وعليهم 3 معالق من النشا، المعلقه الكبيره طبعا، وعليهم باكو بيكنج باودر. اهم حاجه يا جماعه ان احنا ننخل المقادير دي مره واثنين وثلاثه علشان خاطر طبعا الهواء يخش جوه الدقيق ويخلي لنا الكيكه بتاعتنا هشه وحلوه. انا عملت الكيك شيف ده 16 جرام. هننخل الدقيق زي ما قلت لكم، انا كنت نخلاه طبعا قبل كده زي ما احنا شايفين كده. هنخله مره تانية وثالثه. حبايبي ما نخلنا الدقيق لازم نقلب المكونات دي كلها بالمعلقه عشان تمتزج كلها مع بعضها. اهم حاجه نقلبها كويس جدا. دلوقتي يا حبايبي في الشوب بتاع الخلاط هنحط بيضتين بدرجة حرارة المطبخ. لازم البيض يكون طالع قبل منها بساعتين ولا حاجة. وهنحط عليهم طبعا عليهم ذرة من الملح، ما نكترش الملح، ما بين صوابع ايدينا كده. هنضرب المكونات البيض مع الملح كويس جدا لحد ما يبقى زي الرغاوي كده او يعمل فوم. نضربهم كويس جدا، دي اهم حاجة يا جماعة الاول. ما ضربنا البيض مع الملح، ذرة الملح، وبقى بالمنظر ده بصوا بقى عملوا زي رغاوي كده من فوق. دي اهم حاجة زي ما قلت لكم. هنبتدي نحط عليها كوباية من السكر حبيبات برضو بنفس الكوب يا جماعة. هو الكوب اللي انتوا بتعملوا بيه من البداية، هو الكوب. انا عملت بالكوب المعياري. هنضرب المكونات دي مع بعض مع طبعا الفانيليا، دي اهم حاجة. انا حطيت باكو فانيليا او ممكن معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. نضربهم لحد ما السكر بتاعنا يدوب نهائي، لولا ما نبتدي نكمل. حبايبي ما اتاكدنا ان السكر بتاعنا داب نهائي. دلوقتي المكون السحري بتاعنا اللي احنا هنحطه بدل الخل، معلقه الخل هنحط ليمونتين، عصير ليمونتين او ليمونه كبيره. وده المكون اللي هيخلي الكيكه بتاعتنا تحفه هشه ولونها فاتح وما فيهاش زفاره نهائي، بيشيل الزفاره خالص يعني. مش مهم الفانيليا. دلوقتي هنضرب المكونات كلها مع بعضها الاول قبل ما نكمل المكونات. اهم حاجه نضربهم كويس مع بعض كده زي ما هنشوف. لما اتاكدت ان السكر داب نهائي، معانا نص كوبايه من الزيت. طبعا دي مش المواد الدهنيه كلها، احنا دلوقتي هنحط نص كوبايه بس من الزيت، والربع الباقي لان طبعا المكونات كلها هتبقى كوبايه الا ربع من الدهون. هنضرب الزيت دلوقتي مع بقيه المكونات كويس جدا لحد ما برضو نتاكد ان السكر داب. دي اهم حاجه يا جماعه. ضربنا المكونات كلها مع بعضها. دلوقتي هنشيل بقى الخلاط، مهمته كده انتهت. وهنشوف بقى نحضر بقية المكونات مع بعض كده. هنحضر بقية المكونات السايلة اللي هنكمل بيها عجن الكيكة. معانا كوباية من الحليب أو اللبن، ومعانا معلقتين من السمنة البلدي. ده الطعم اللي هيخلي الكيكة بتاعتنا غنية جدا، وهتبقى كأنها معمولة بالسمنة كلها. احنا يا دوبك هندفي الحليب، مش هنسخنه يا جماعة، احنا عايزينه زي دمعة العين. انا هدفيه على النار ونرجع هنشوف هنعمل مع بعض. نجيب المواد الجافة اللي احنا حضرناها في اول الفيديو مع بعض، اللي هو الدقيق والنشا. هننزل عليه الخليط اللي هو السائل اللي ضربناه في الخلاط. هننزل كل المكونات طبعا علشان ده يعتبر من السوائل. ننزل كده كله بالسباتيولا. اهم حاجة ننزل كل المكونات. نقلب المكونات دي بالمضرب اليدوي كده في اتجاه واحد من تحت لفوق علشان نتأكد ان الدقيق كله طبعا يختفي. اهم حاجة بالراحة كده نقلب. طبعا زي ما احنا شايفين الكيكة بتاعتنا سميكة جدا، وطبعا هو ده مش القوام اللي احنا مطلوب، احنا عايزينها تبقى القوام المطلوب. هنضيف لها كوباية الحليب تدريجيا، واحدة واحدة كده، ما ننزلش بالكمية كلها لحد ما نوصل للقوام المطلوب. هنقلب تاني بعد ما حطينا جزء من الحليب. هننزل بجزء تاني من الحليب والزبدة السمنة اللي احنا عملناها. ممكن نستبدل على فكرة الزبدة بس السمنة بالزبدة يا جماعة، مش شرط يكون سمنة. ونقلب زي ما احنا شايفين برضو في اتجاه واحد كده بالشكل ده.
هننزل بآخر جزء من الحليب والزبدة زي ما احنا شايفين كده، ولو حسينا انها لسه سميكة ممكن نضيف لها معلقتين من الحليب، بس بعد ما نشوف القوام. طبعا اهم حاجة يبقى القوام المظبوط بتاع الكيك. هنقلب برضو زي ما احنا شايفين كده لحد ما نشوف محتاجة ولا لا. بعد ما خلصت الكمية بتاعة الحليب كلها، بص القوام بتاعها طبعا سميك، هي محتاجة حبة حليب تاني. انا نزلت كده بقيمة معلقتين كبار او 3 معالق من الحليب. هنقلب برضو لحد ما نشوف القوام اللي احنا عايزينه، وبكده يبقى خلاص نحضر بقى الصينية بتاعتنا. ما ضفت الثلاث معالق حليب تاني، ده القوام المظبوط زي ما احنا شايفين، مش محتاجة اي حاجة تاني. معانا صينية بقى مقاس 28، دهناها بالزبدة كويس جدا، ومبدراها بالدقيق، والزيادة في الدقيق بندلقها طبعا مش بنخليها. انا مولعة الفرن. طبعا بنولع الفرن يا جماعة قبل منها ب5 دقايق، من 5 ل10 دقايق بس، مش قبلها بفترة طويلة. هننزل مقدار الكيكة في الصينية. نعرف ان الصينية دي مظبوطة ازاي لما نلقى مقدار الكيك نص الصينية بالظبط. يعني مش كل واحد طبعا عنده الصينية اللي انا بستعملها، فنص الصينية كده يبقى كده مظبوط. انا مولعة الفرن طبعا من فوق ومن تحت، انا عندي الفرن كهرباء، ولعها من فوق ومن تحت على درجة حرارة 180، بتاخد معانا 45 دقيقة. زي ما احنا شايفين، زي ما قلت لكم ان هي نص الصينية بالظبط زي ما احنا شايفين كده. ندي الصينية بتاعتنا خبطتين كده على الرخامة عشان نطلع أي فقاقيع من الهواء، عشان ما يبقاش فيها زي بقر كده الكيكة. وأول ما تعدي عليها 45 دقيقة هنجربها بخلة الأسنان. أدي الكيكة بتاعتنا طلعت زي ما احنا شايفين، لونها جميل جدا، وقد إيه هي طرية وهشة وجميلة جدا. احنا طبعا مش هنقطعها نهائي دلوقتي يا جماعة. بص دلوقتي أنا بجرب الكيكة، خلة الأسنان بتاعتنا طالعة من غير أي عجين، معنى كده إنها استوت كويس جدا. هنغطيها بفوطة، أهم حاجة نغطيها يا جماعة عشان تبقى طرية، والوش بتاعها ما ينشفش. يلا نقطعها كده مع بعض ونشوف بقى الجمال ده. بص قد ايه هي طرية وهشة جدا، وانا بقطعها بالسكينة زي ما احنا شايفين. هنقطعها مربعات، نقطعها مثلثات، دي حاجة ترجع لكم. تعالى حبايبي بقى نطلع حته كده مع بعض ونشوف الجمال ده. بصوا قد ايه بقى الكيكه بتاعتنا طريه وهشه. بصوا عامله زي السفنجه، ولونها جميل، والمسامات بتاعتها ضيقه بالشكل ده. اتمنى طبعا حبايبي الوصفه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك باسم مطبخ سوزي، واقول لكم سلام، باي باي.